هو على فكرة أنا كنت زيك وكلنا بنقول نفس الكلام، عادي يعني، ما أنا بصلي وبقرأ قرآن وفي نفس الوقت بسمع أغاني. يا عم ده ساعة لقلبك وساعة لربك، والأغاني عمرها ما وقفتني إن أنا أقرأ قرآن. والله العظيم والله العظيم أنا كنت بقول زيك، بس عمري ما عرفت أحس بالقرآن قوي، أو إن هو يأثر في قلبي ويأثر في مشاعري طول ما أنا بسمع موسيقى. كنت بلاقي نفسي كده مخصصة وقت للورد بتاعي في آخر يومي لو لحقت، أو أجي فترة أنتظم وأقول لا لا لا، مهما حصل أنا هسمع القرآن أو هقرأ قرآن في الوقت بتاع الورد بتاعي لو حصل إيه. بس عمره ما أثر فيا، وبلاقي نفسي ساعات بكسل، ساعات بكبر دماغي، ساعات للأسف والله من كتر ما الشيطان بيتحكم في الواحد وانت بتقرأ القرآن بتلاقي نفسك الموسيقى والأغاني عمالة تتردد في ودنك مش خارجة من دماغك. واستغفر الله العظيم، وصلت مع ناس أنا أعرفهم شخصيا إن بدأوا وهم بيقروا القرآن يتنغم في ودانهم كأنه أغاني. الموضوع بقى مسيطر عليهم بشكل مش طبيعي. بس خلينا في العادي، خلينا في الناس العادية اللي زي وزيك، اللي بنقول احنا نسمع قرآن شوية او نقرأ قرآن شوية ونسمع اغاني شوية. بذمتك كم مرة لقيت نفسك في المواصلات وايدك راحت ان انت تسمع قرآن قبل ما تسمع اغاني اسهل؟ مش هتلاقي. جرب كده زي ما انا ما عملت، وقف اغاني فترة، وفي كل مرة تقرر ان انت عايز تفتح اغنية تدخل بسرعة تفتح قرآن بدلها او تقرأ قرآن. اولا هتلاقي نفسك بتسمع عدد من القرآن او بتقرا ورد اكبر بكتير من اللي انت كنت بتقراه في العادي. بدل ما كنت بتقرا 10 دقايق ربع ساعة او تسمع 10 دقايق ربع ساعة، انت بقيت بتسمع وبتقرا 4-5 ساعات في اليوم، ما انت شلت الاغاني وحطيت القرآن بدلها. ده غير انه والله العظيم هتستشعر كل كلمة فيها بجد، لان انت فضيت جزء كبير من قلبك كنت شاغله بالاغاني وخليته لربنا بس، وخليته للقرآن بس.